السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده فيديو خارج السياقات اللي احنا بنسجل فيها وبنتكلم فيها، ولكن وحشني الموقف فحبيت ان انا اشاركه معاكم وان شاء الله يعجبكم يعني. والموقف ده كان احد الحاجات اللي ساهمت في اسلام سيدنا خالد بن الوليد. بعد صلح الحديبيه سيدنا الوليد بن المغيره خرج يدور على سيدنا خالد بن الوليد، اخوه عايز يسلم عليه ولكن للاسف ما لقاهوش، فساب له رساله. فالرساله كانت بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، يعني أنت العاقل وأنت الذكي ومثل الإسلام يجهله أحد. ونشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه: وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ يعني كيف خالد لا يسلم لحد دلوقتي؟ فقلت: يأتي به الله. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره. الكلام لسيدنا الوليد: فاستدرك يا أخي ما فاتك فيه فقد فاتتك مواطن صالحة. فسبحان الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عارف أحد مواطن سيدنا خالد بن الوليد، ألا وهي حبه للقتال، حبه للقيادة، دوره العسكري القوي جدا في ساعة لما كان بيبقى موجود مع المشركين. وسبحان الله، بعد إسلام سيدنا خالد ب4 شهور وفي غزوة مؤتة وبعد استشهاد الثلاثة الصحابة الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم، أوكلت قيادة الجيش لسيدنا خالد بن الوليد. وده كان أول منصب قيادي لسيدنا خالد بن الوليد في الإسلام بعد 4 شهور بس من إسلامه، وقد أبلى بلاء حسنا. وأحد قراراته في المعركة دي بعد 6 أيام إن هو ينسحب بالجيش، وكانت هي أعظم خطة انسحاب في تاريخ البشرية وبتتدرس لحد النهاردة في الكليات والجامعات العسكرية في أمريكا وأوروبا وهكذا. فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى مدرسته من الصحابة الأطهار. حبيت ان انا اشارككم الموقف ده، موقف من المواقف اللي بتهزني جدا واللي انا بحبها جدا، فحبيت اشارككم بيها ان شاء الله. ولو انتوا تحبوا تشوفوا النوعية دي من الفيديوهات شاركونا، وممكن نبقى نعمل بلاي ليست للصحابة. ونشوفكم على خير ان شاء الله في مواقف وفيديوهات جاية ان شاء الله. والسلام عليكم.